اسلام الكتاتني، انت موجود النهارده ليه معانا عند ماسبيرو رغم ان انت اخوان ومن عيله اخوانيه كبيره؟ اولا انا لي قناعاتي الشخصيه اللي مؤمن بيها. انا انسان مصري نزلت في الثوره، مؤمن باهداف الثوره: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. استمريت في الثوره من منذ بدايتها حتى الان. مؤسس لحركه ثوريه من حركات الثوره اسمها بنحب البلد دي. لما شفنا ان مرسي بيدير البلد من خلال مكتب الارشاد، بحيث ان احنا المشهد باختصار شديد ان مصر اصبحت غنيمه في ايدين جماعه الاخوان المسلمين، وده اللي انا ما اتربيتش عليه في الاخوان. انا لما اكون اتخيل ان الاخوان المسلمين تكون عندهم لهجه الاستعلاء، وان مصر غنيمه ليهم، وان يعملوا اعلان غير دستوري يتيح صلاحيات مطلقه لرئيس اساسا هذا الرئيس يفتقد الى مقومات القياده. انا ارى ذلك وانا مسؤول عن هذا الراي. وتمرير دستور معيب بكثير من الصلاحيات المطلقه لرئيس الجمهوريه. على سبيل المثال ان رئيس الجمهوريه من حقه ان يعين رؤساء الاجهزه الرقابيه التي من المفترض ان تراقب الاجهزه التنفيذيه، وهو رئيس لهذه الاجهزه. فاحنا بنفتح باب الفساد من جديد بصوره افظع مما كان في عهد مبارك. فانا نازل اقول لا، وانا نازل اقول ارحل، وانا نازل اقول الشعب يريد اسقاط النظام، لان من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه السياسيه فقد مرسي شرعيته. من الناحيه الشرعيه فقد حنس باليمين اكثر من مره وكذب على الشعب المصري اكثر من مره، ومن الناحيه السياسيه اصدر اعلانا غير دستوري، في حين تصريحاته حينما اصدر المجلس العسكري الاعلان المكمل كان يرفضه ويقول لابد ان يعرض على استفتاء شعبي. لم نرى مرسي يعرض هذا الاعلان الغير دستوري على الشعب المصري، وفاجأنا به وفاجأ مستشاريه وكأنهم لا يمثلوا شيء في قصر الرئاسة، مما دفع البعض لتقديم استقالاتهم امثال الاستاذ فاروق جويدة وغيرهم. فاحنا نازلين نقول لمرسي لقد فقدت شرعيتك، انت لست مؤهلا لقيادة بلد عريق مثل مصر، انت لا تمثل الثورة المصرية. الثورة المصرية تعيد البوصلة من جديد لتحقيق أهدافها التي خرجنا في سبيلها: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. ونحن مستمرون حتى نحقق أهداف الثورة، رضي من رضي وأبى من أبى. طيب أنت مش خايف على زعل عمك الدكتور سعد الكتاتني؟ عمي الدكتور سعد الكتاتني له كامل التقدير والاحترام على الجانب الإنساني، ولكن على الجانب السياسي أنا لي قناعاتي الشخصية التي أؤمن بها. لا يستطيع أحد أن يسيرني ذات اليمين أو ذات الشمال. دي قناعتي الشخصية، وأنا مسؤول وكل ثقة وإيمان بقناعتي وراحة ضمير. آخر سؤال، شايف التصعيد يتم إزاي وإزاي نصعد مطالبنا أكتر من كده؟ أنا أرى أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مرسي أتى برضا أمريكي وبمساعدة الإدارة الأمريكية، فقد قدم لها تفاهمات تتيح له أن يستأسد في الحكم هنا في مصر. ولكن أن على الولايات المتحدة حينما ترى هذا المنظر، أعتقد أن الولايات المتحدة حينما ترى ما حدث اليوم سوف تعيد ترتيب أوراقها. ولذلك أنا أفسر حالة السكوت التي تنتاب مكتب الإرشاد ومرسي وصفحات الإخوان على الفيسبوك، أنهم ينتظرون ماذا سنفعل. كلهم ينتظرون إشارة أمريكا، هل ستتخلى عن مرسي أم سوف تواصل تأييدها له. وإذا تخلت عنه لا يتبقى معه إلا الحشد، والحشد يأتي من جميع أنحاء الجمهورية، ونحن حشدنا هنا في القاهرة فقط. نحن نأتي من إرادتنا، لا نشحن في أتوبيسات، لا نأخذ وجبات. يأتي الفرد منا بكامل أهليته ووعيه وقناعته الشخصية، وإذا استغل كارت الحشد سيكون وبالا عليه، لأن مظاهراتنا كما ترى سلمية 100%. فإذا حاول أن يستغل هذا الكارت ويلعب به سيكون خاسرا خسرانا رهيبا. ألف شكر لحضرتك أستاذ إسلام، وأرجو أن حضرتك تستمر معنا في المظاهرات. لا أنا مستمر يا فندم، والناس الحركات الثورية كلها عارفة إسلام الكتاتني من ثوار التحرير. ألف شكر لحضرتك. شكرا.